الهلال في دوري أبطال آسيا يبدع ويقنع ويمتع. الهلال يفوز على نساجايا الإيراني 3-0. مباراة كبيرة جدا من جانب الهلال، تحكم في رتم المباراة، أداء، لعب، نتيجة، أهداف، سيطرة. قول زي ما أنت عايز تقول. قول الهلال النهاردة بيقنع وبيمتع وبيبدع. مباراة حلوة. نيمار أولى أو أول المباريات الفعلية لنيمار هذا الموسم هي هذه المباراة. تألق بشكل كبير، جاب جول حلو قوي 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 برجليه الشمال. تألق بشكل كبير، عمل تمريرات كتير كبيرة حلوة. نيمار لعيب كبير ولعيب هايل، كان لازم يفرق مع الهلال، ونيمار النهارده عمل مباراة كبيرة، مباراة كبيرة، وأخيرا سجل أهداف. متروفيتش هدف أول ثم هدف تاني لنيمار، والشهري بيجيب الهدف الثالث للهلال في آخر لحظات المباراة. المباراة زي ما بقول لكم الهلال كان متحكم في رتم المباراة، السيطرة والاستحواذ والأداء واللعب وكل حاجة كانت بتصالح الهلال. الهلال في صدارة الترتيب بأربع نقاط بعد التعادل الأولاني على ملعبه، ولكن النهارده بيتدارك الموقف وبيجيب 3 نقاط وثلاث أهداف. الهلال زي ما هو متصدر الدوري السعودي، متصدر مجموعته أيضا في دوري أبطال آسيا، زي ما بقول لكم أداء ولعبا ونتيجة. يعني سلسلة إخفاقات ونتائج مش أحسن حاجة محليا، والتعثر في بداية دور المجموعات من دوري ابطال اسيا، ولكن يعود سريعا الهلال. فريق كبير وشخصيه كبيره ولعيبه واسامي تقيله في الملعب وتدعيمات قويه لازم تفرق كتير وتدي قوه، واداء الهلال يبقى افضل وافضل الفترات القادمه. الهلال يفوز بثلاثيه في مباراه النهارده. مبروك لكل جماهير